على شاطئ المضيق الساحر نظم النادي الملكي البحري كعادته كل سنة الأسبوع الدولي للسباقات البحرية، والتي أقيمت فعاليته من 11 إلى 17 أغسطس بمشاركة 11 دولة يمثلون مختلف مناطق العالم. محمد محجور، الكاتب العام للنادي الملكي البحري بالمضيق، تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله، وبمناسبة احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش وعيد الشباب، ينظم النادي الملكي البحري للمضيق كعادته كل سنة الدورة 11 للأسبوع الدولي البحري للزوارق الشراعية الخفيفة والعابرة. وأعلنت القناة الإخبارية قناة تطوان حضور عامل عملية المضيق الفنيدق مع كبار المسؤولين في افتتاح التظاهرة، والذي أعطى الانطلاقة الرسمية لفعالياتها. حميد الصناجي، مدير تقني للأسبوع الدولي. يمكن نعطيك واحد النظرة خطيفة على أن يمكن نقولوا على إن شاء الله ناجحة أولا لأنها كتميز بعض المشاركين وبعض الدول. كما تبعتوا معنا اليوم كانت تقريبا 68 زوارق في الماء، وكذلك كان كيشرف على هذا التنظيم هذا اللجنة ديال التحكيم اللي هي لجنة دولية، ولجنة تنظيم السباق اللي هي لجنة وطنية من طرف الجمعية الملكية المغربية. مدرب المنتخب التونسي، نحب نقول اللي أنا فرحان برشا اللي أنا موجود في بطولة المضيق اللي هي صارت عادة من عادات المنتخب التونسي أن نشاركوا في البطولة هذه، والدليل أنه احنا من 2006 كنا نجيو لهنا للبطولة هذه وكنا نستمتعوا بصراحة وحبيناها، والدليل أنه احنا رجعنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وممكن 6 مرات. حالة الطقس الجيدة طيلة الأسبوع والتي عرفت هبوب رياح غربية قوية ساعدت المتسابقين بشكل كبير على إبراز قدراتهم وصقل مواهبهم في مختلف الرياضات المائية، خاصة صنف الأشرعة، وكانت عاملا هاما في نجاح هذه الدورة التي اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية بين مختلف الفرق الدولية. علي اليوسي، رئيس نادي الملكي البحري بالمضيق. اليوم عملنا اختتام الدورة 11 للأسبوع الدولي للزوارق الشراعية بالمضيق تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، وجرت هذه التظاهرة في ظروف التي كنا كنتظروها الحمد لله. والحمد لله احنا فرحانين بأن لا من ناحية تقنية ولا تنظيمية ما عندنا حتى شي مشكل. إذا التظاهرة جازت مزيان من ذاك الجانب. كاين جانب اخر هو كان نعطيو الفرصه للمشاركين الاجانب اللي كيجيونا عندنا في نهار الراحه ديالهم، حيت عندهم واحد النهار كيرتاحوا من السباق، وكنعملوا لهم جولات باش التعريف منطقه تطوان، مرتين، المضيق، فنيدق، الشاون، داكشي كله. والحمد لله الاشاعه اللي كاينه اشاعه مزيانه، وهذا كيهم الجانب السياحي بالمنطقه. وفي ختام الدورة أقيم حفل عشاء على شرف المشاركين، كما وزعت الجوائز على الدول الفائزة والتي عرفت هيمنة إماراتية على مختلف السباقات. وقد لقيت هذه الدورة نجاحا منقطع النظير وتنظيما محكما من قبل اللجنة الساهرة على التظاهرة العالمية، والتي شهدت تنافسية شريفة بين المتسابقين الرياضيين الذين بدورهم أبانوا على مستوى تقني وبدني جيد في السباقات. Audio Jungle.